معظم الناس وانا كمان من ضمنهم كنت فاكر ان الشخص اللي بنقول عليه هاكر ده هو شخص بيعمل كل حاجه غلط، زي انه يخترق مواقع واكونتات سوشيال ميديا، بيسرق ملفات ويساوم الناس بيهم، وبيصمم فيروسات علشان يأذي بيها اي حد. لكن الموضوع طلع غير كده خالص، واكتشفت ان الهاكرز دول انواع، منهم مثلا البلاك هات هاكرز، ودول الاشخاص اللي بيستغلوا مهاراتهم العاليه في الكمبيوتر والبرمجه في حاجات غير قانونيه ومضره بالغير زي ما احنا قلنا، وغالبا ما بيكونوا تبع انشطه اجراميه، وبنقول عليهم برضو الكراكرز. في بقى الوايت هات هاكرز، ودول افراد زينا كده بيستخدموا مهاراتهم او السكيلز اللي عندهم في الهاكينج لاغراض الدفاع عن السيستم او عن النتورك ضد اي هاك يتعمل عليه. واللي هتلاقي اغلب الشركات عندهم حد متخصص في السيستم سيكيورتي او في السايبر سيكيورتي، واللي لازم يبقى عنده معرفه كبيره بالاجراءات المضاده لاي عمليه اختراق ممكن تحصل على السيستم او على النتورك، وبيبقى عنده صلاحيه او بيرميشن او اذن من الشركه انه يعمل هاك او اتاك على السيستم او على النتورك، ده لمجرد تيست مش اكتر، علشان يقدر يامنهم او علشان يقدر يشوف اي ثغره يقدر الهاكر ان هو يدخل بيها على السيستم او على النتورك ده ويقدر يعمل هاك على الشركه فيقدر يسد الثغره دي. نيجي بقى للنوع الثالث وهو الجراي هات هاكرز. النوع ده بقى بيلعب على الناحيتين، يعني احيانا بيكون في صف البلاك هات هاكرز ويساعدهم في عمل ميليشيس اتاك، واحيانا بيكون في صف الوايت هات هاكرز ويساعدهم في تامين النتورك والسيستم ضد اي هاكر. في بقى السويسايد هاكرز، دول بقى نوع من الهاكرز بيدمروا البنيه التحتيه لاي حاجه مهمه وحيويه، وده طبعا لهدف هم مقتنعين بيه ومش بيهمهم اي عقوبات ممكن تواجههم زي سجن او غيره. نيجي بقى للسكريبت كيدز، ودي ناس بتستخدم سكريبتات وبرامج وادوات الهاكرز علشان تعمل هاك او اتاك على السيستم بدون فهم ايه اللي بيحصل اصلا وبدون فهم المجال النتورك. كل اللي بيعملوه انهم بيطبقوا خطوات مش فاهمين هم بيعملوا ايه، هدفهم الاعمى ان هم يعملوا هاك على حد، هم نفسهم يعملوا هاك على حد فبيطبقوا خطوات بدون فهم، وفي الاخر الناس دي بتلبس، فدول لا يعتبروا هاكرز اصلا. لازم تفهم انت بتعمل ايه. بعد كده في السايبر تيرورست، دي بقى مجموعه من الافراد عندهم مهارات عاليه جدا وكتيره ومتحفزين او مشحونين بمعتقدات سياسيه او دينيه في انهم يزرعوا الخوف من انهم قادرين ان هم يوقعوا النتورك او السيستم على نطاق واسع جدا سواء على الافراد او الشركات او حتى الحكومات. نيجي بقى للستيت سبونسرد هاكرز، ودول بتعينهم الحكومه او الدوله، مهمتهم ان هم يعملوا هاك علشان يعرفوا معلومات سريه او علشان يدمروا السيستم الخاص بحكومه ثانيه او دوله ثانيه. نيجي بقى للنوع الاخير وهو الهاكتيفيست، ودي مجموعه من الهاكرز بيحتاجوا على حاجه معينه عملتها شركه او حكومه، واحيانا بيبقى ليهم اجنده سياسيه، واوقات بيبقى الهاك ده احتجاج على حقوق الانسان او حريه التعبير او غيره، واللي اشهرهم طبعا في الكلام ده مجموعه الانونيموس. فزي ما شفنا كده دي كانت كل انواع الهاكرز، علشان تبقى فاهم بس ان مش كل الهاكرز مؤذيين او انهم مش طول الوقت بيعملوا هاك على الناس وبيسرقوا ملفاتهم وبيخربوا او بيدمروا الداتا اللي على الاجهزه بتاعتهم او حتى بتجسسوا عليهم. علشان كده لازم تبقى هاكر، قصدي طبعا وايت هات هاكر، وده اللي احنا بنتعلمه كل حلقه وبنحاول نفهم التولز اللي احنا نقدر نستخدمها علشان نحقق الكلام ده، وازاي الهاكرز بيفكروا علشان نقدر نواجههم. وزي ما قلنا قبل كده تو بيت هاكر يو نيد تو ثينك لايك هاكر، يعني علشان تهزم الهاكر او علشان تتغلب على الهاكر لازم تفكر زيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، واستنى الفيديوهات الجايه بنشرح كل حلقه تول جديده، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.